الروشتة اللي معانا دي خفيفة، هي فيها تحليل، هي جاية من عند دكتور جهاز هضمي طالب، ده stool analysis تحليل براز كامل، ومعاه حاجة اسمها fecal calprotectin. في الغالب الstool analysis لوحده كانديكيتور مش بيدي حاجة لوحده إلا الحاجات اللي هي البارازايتس، أو لو في دم واضح، أو لو في مخاط، أو لو في بص، أو لو في عسر هضم. وده ما بيبقاش انديكيتور لحاجة ديزيز معين، أو بيدينا انديكيتور إن في مشكلة، لكن المشكلة دي جاية منين مش بنقدر نحددها. بعض التحاليل المساعدة اللي بتؤدي إلى إن إحنا نقدر نكتشف إحنا رايحين فين. فمن أهم التحاليل اللي بتتعمل في تحليل البراز، وبقى دلوقتي المفروض إن هو ليه دور قوي جدا في بعض الحالات الالتهابات، والتفرقة ما بين الحاجات الباثولوجيكال والفسيولوجيكال كونستيبيشن، أو الإمساك المزمن، أو التحاليل اللي فيها alarming signs أو علامات خطورة للمريض، سواء مخاط أو دوزنتاريا. الفيكال كالبروتكتين